السلام عليكم. هل تعلم بأن ألمانيا تواجه اليوم 4 أزمات كارثية تهزها من الداخل والخارج، من حرب اقتصادية عالمية جعلت الصين تعرف كل أسرار المصانع الألمانية وتبتز ألمانيا بشكل غير مسبوق، إلى ظاهرة سيئة تحصل بإيجارات الشقق كلنا قد نكون ضحيتها، وإنفلونزا الطيور كيف الآن تنتشر بشكل غير مسبوق بألمانيا، كيف نتصرف معها ونحمي عوائلنا الكريمة من العدوى عند شراء البيض والدجاج. واليوم تحذير مرعب أيضا من عسكري ألماني كبير، كان ميركل وأولاف شولتز يستشيرونه بالأمور العسكرية، وهو هذا اليوم للأسف فجر مفاجأة كبيرة حنتكلم عنها بالتفصيل. الفيديو غني بالمعلومات الهامة، لذلك أرجو متابعته للنهاية. أصدقائي، هل تخيلتم يوما أن الصين صارت تعرف أسرار الصناعة الألمانية أكثر من الحكومة الألمانية نفسها؟ اليوم خبر خطير نشرته الصحف الألمانية، هذا مصدره، يبين لنا موقع ألمانيا من الحرب التجارية العالمية اللي هي تجري بين أمريكا والصين، كيف أن ألمانيا هي المتضرر الأكبر من الحرب. والتقرير اللي نشرته صحيفة بيلد راح ألخصه بأسلوب بسيط حتى نفهم ما يحصل وإلى أين تتجه ألمانيا. من سنوات كانت ألمانيا تظن أنها أذكى من الجميع، تبيع سياراتها وتقنياتها للعالم وتشتري من الصين المعادن الأرضية النادرة اللي لا يمكن صنع أي شيء بدونها. كل شيء كان يصير بسلاسة، حتى قامت أمريكا بمنع التكنولوجيا الخاصة بالرقائق الإلكترونية عن الصين، والصين ردت قالت علي وعلى أعدائي، ضربت الصناعة بالدول الغربية تحديدا بألمانيا عن طريق السيطرة على سوق المواد النادرة الطبيعية اللي هي المواد الخام ال17 اللي بدونها لا يمكن صناعة رقائق إلكترونية وأي بطارية أو سلاح أو أي شيء كهربائي بدونها. 95% من هاي المعادن اللي تحتاجها ألمانيا مصدرها الصين، يعني بدون الصين لا يمكن لألمانيا أن تصنع سيارة واحدة وتتوقف شركة مرسيدس بنز، فولكسفاجن وبي ام في. بسنة 2025 القانون الصيني المثير للجدل ينص على أن أي دولة تريد شراء هذه المعادن الأرضية النادرة اللي بس إحنا الصين نملكها، لازم أي دولة أو شركة أو جهة أن تزود الصين بأسرار الصناعة، مثلا خطط الإنتاج، أسماء العملاء والموردين، وتوقعات السوق للسنوات الثلاثة القادمة، وصور حتى من المصنع. بدون هذه الأسرار لا تصدير لأي من المواد الطبيعية. هكذا أصبحت الصين تعرف من ينتج وأين يمكن الضغط عليه، وكيفية استغلال الدول الصناعية، وكيفية ابتزاز ألمانيا. شركات كبرى ألمانية مثل باسف، أكبر شركة للصناعات الكيميائية بالعالم، وشركة فولكسفاجن استسلموا للصين وزودوها بأسرارهم وبكل شيء تحتاجه الصين حتى يضمنون هذه المواد الخام الطبيعية اللي لا يمكن عمل هذه الشركات بدونها. والخبر الصادم هو بشهر أيلول سبتمبر الشركات الألمانية اللي تصنع قدمت إلى الصين 141 طلب لشراء المواد الطبيعية النادرة، وما تم الموافقة إلا على 46 طلب فقط. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني معامل عديدة أغلقت أبوابها والشركات عديدة أفلست مثل ما تقول صحيفة بيلد. الأسوأ من كل شيء هو أن وزارة الاقتصاد الألمانية لا تعرف ماذا يحصل ولا تعرف حتى عدد الشركات المتضررة. الآن سؤال للأخوة المتابعين، هل هنالك تسمية أخرى لما يحصل عدا تسمية حرب تجارية عالمية؟ كتبوا لنا بالتعليقات. موضوعنا التالي، تتكلم الصحف الألمانية عن ظاهرة بشعة يستغلها أصحاب الشقق والشركات اللي تأجر شقق للناس بألمانيا، واللي يصير هو إنهم يضعون بضعة قطع أثاث بالمنزل، مثل مطبخ قديم حاطيه بالشقة أو جديد، وغرفة نوم بحالات عديدة يعني تكون تعبانة جدا، يعرضون الشقة للإيجار على إنها مؤثثة، ولكن يزيدون من سعر إيجارها كونها على الأساس مؤثثة، يعرضوها بسعر أغلى بنسبة 45% عن الشقق الفارغة. صحيفة فيلت عملت تحري كبير عن هذه الظاهرة، والنتيجة كانت كارثية، وهي أن حوالي 35% من الشقق بألمانيا
تعرض على أنها مفروشة، وهي تكون أما بشكل كامل مفروشة أو بشكل جزئي، أغلبها بشكل جزئي، يعني صاحبها حاط قطعتين أثاث ويعتبرها مفروشة ومحمليها سعر كبير فوق الأسعار العامة بالمدينة المعينة، يعني محمليها كثير كونها مفروشة. بعض رؤساء البلديات اللي قابلتهم صحيفة فيلت قالوا إن بعض مالكي الشقق يضعون بضعة كراسي وسجادة بالأرض ويقولون شقتنا مفروشة ويعرضوها بأسعار عالية جدا. أيضا تم عمل دراسة على أسعار الأثاث، ويعني نشرت الصحيفة أن تكلفة تأثيث شقة تتكون من غرفتين أثاث عادي، يعني ليس أثاث من هذا الفاخر والغالي جدا، يقولون تحت 8500 يورو، وإذا كان الأثاث مستعمل تحت 4000 يورو. ولكن أصحاب الشقق يأجرونها بسعر 300 يورو بالشهر أكثر كونها تعتبر شقة مفروشة. وزيرة العدل الألمانية اللي هي شتيفاني هوبينغ علقت على هذه الظاهرة وقالت: نخطط لإغلاق ثغرة الأثاث عن طريق إجبار أصحاب الشقق سواء كانوا أفراد أو شركات على توضيح قيمة الأثاث ضمن العقد مع إيصالات بالفواتير، ونخطط لوضع حد رسمي للزيادات بالإيجار الغير مبررة. كيف تخطط؟ ما هي الإجراءات اللي راح يتخذوها؟ لم يعلنون عنها. تقول الصحيفة أن الضحية الأكبر لهذه الظاهرة هم ليسوا فقط الأثرياء أو أصحاب الرواتب الجيدة، بل الضحايا أغلبهم طلاب وأشخاص محدودي الدخل من متلقي مساعدات الجوب سنتر أو الأشخاص اللي يعملون برواتب قليلة، ولكن كلهم يقبلون بإيجارات الشقق المفروشة لعدم وجود بدائل أخرى بسبب أزمة السكن. موضوعنا التالي: تتسارع كارثة إنفلونزا الطيور بألمانيا بوتيرة مخيفة، ومعها تتعالى أصوات الغضب من مربي الدواجن وأصحاب المزارع اللي يريدون من الحكومة الألمانية أن تعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، الفيروس اللي اسمه H5N1. يريد المزارعين أن تقوم الحكومة بمنع تربية الدواجن بالهواء الطلق، يعني يمنعون أي مربي دواجن أن يجعل الدجاج يخرج بالهواء الطلق، ويقولون أن الأمر يخرج عن السيطرة ويجب عمل الحظر الآن دون أي انتظار. طبعا حتى الآن تم إعدام 200 ألف دجاجة بألمانيا حسب ما يقول معهد فريدريش لوفلا للأبحاث البيطرية بسبب وباء إنفلونزا الطيور اللي يصيب الطيور والبؤر الكبيرة بألمانيا هي بشمال ألمانيا وبشرق ألمانيا. المشكلة أن ذروة موسم الهجرة يقترب حسب صحيفة فيلت، فهنالك مخاوف من أن تجلب هجرة الطيور المزيد من البؤر المرضية لحقول الدواجن. حتى الآن تم تسجيل 50 بؤرة بالمزارع الألمانية، 26 بؤرة تم تسجيلها فقط خلال شهر أكتوبر الجاري. بعض المزارع ببراندنبورغ تم بها إعدام 100 ألف دجاجة مرة واحدة. هل هذا يعني لنا شيء؟ هل يجب أن نتجنب الدجاج والبيض خلال الفترة الحالية؟ طبعا هنالك توصيات. أولا يقولون لا توجد أي انتقال للفيروس من الطيور للبشر إذا كان البشر يأكلون البيض مطهو جيدا والدجاج مطهو أيضا جيدا بحرارة عالية، ويلتزم الناس بإجراءات النظافة. ثانيا تقول التوصيات بأننا يجب أن نطهو البيض بحيث لا يكون صفارة أو بياض سائلين، أي يجب أن يكون قوامهم ثابت. طبعا هذا نتيجة التعرض لحرارة عالية سواء مسلوق بالماء الساخن أو الماء المغلي أو مقلي. ثالثا عند تناول الأكلات اللي بها دجاج مثلا شاورما الدجاج أو دجاج مشوي تأكدوا أن لا يكون هناك أي عصارة أو أجزاء من اللحم اللي يكون لونها وردي، فاللون الوردي دليل على أن الطعام غير مطهو جيدا. رابعا وهو الأهم من كل شيء هو تنظيف المطبخ جيدا بعد طبخ الدجاج وغسل السكاكين والصحون ومكان الدجاج النيء، يعني كل شيء ينغسل، وبعدها غسل اليدين بالصابون والماء الساخن لقتل كل الفيروسات والبكتيريا. هذه التوصيات المهمة. إذن لا يوجد خطر انتقال للبشر إذا التزمنا بهذه التوصيات. موضوعنا الأخير: تصريح صادم أثار جدل واسع بألمانيا. الجنرال الألماني المتقاعد اللي هو إيبرهارد تسورن اللي كان قائد الجيش الألماني
سابقا، وكان مستشار لميركل وأولاف شولتز، وهو مهندس حزمة الدفاع الألمانية التاريخية لدعم الجيش ب100 مليار يورو. صرح تصريح خطير لوسائل الإعلام تحديدا لصحيفة فيلت، وقال إن خطر الحرب والهجوم على ألمانيا أصبح حقيقي وهو أقرب من أي وقت مضى. وقال إن السيناريو الأسوأ قد يتحقق في أي لحظة، ربما بسنة 2026 أو هذا المساء. الجنرال تسورن وجه تحذير ناري لألمانيا، وقال ألمانيا ليست مستعدة لا عسكريا ولا مجتمعيا لأي طارئ. وقال إن الحروب التقليدية لم تعد تشكل الخطر الوحيد، بل الخطر الأكبر هو الحروب الهجينة اللي أصلا ابتدأت بأوروبا. قال نرى هجمات سيبرانية على الجيش، وتخريب كابلات بحرية، وتفجير خطوط أنابيب، وتعطيل إشارات القطارات، وهجمات بطائرات مسيرة على منشآت حساسة. وقال إذا كل هذه الأشياء تحصل بوقت واحد بألمانيا فستشل البلاد تماما. وذكر أن المجتمع الألماني أصبح هش وغير قادر على الصمود أمام الأزمات. طبعا كلامه نقلته وسائل الإعلام الألمانية بأهمية كبيرة، وهو قال شيء خطير، وهو إذا تصاعدت الحرب أو الأجواء بتايوان وغزت الصين تايوان، فروسيا ستقوم بمهاجمة دول الناتو وتحديدا ألمانيا. وقال إن الصين وروسيا يعملون بتنسيق مشترك ضد الدول الغربية. الشيء الأساسي اللي طالب به الجنرال المتقاعد هو إعادة فرض التجنيد الإجباري لمدة عام واحد على جميع المواطنين رجالا ونساء. وقال إن التطوع قد فشل، وقال لا يمكننا بناء جيش قوي بناء على الرغبات الشخصية والتطوع، ومثلما هنالك حقوق فهنالك واجبات وطنية أيضا. هو اقترح أن يتم إجبار جميع الشباب على خدمة إلزامية، بحيث كلنا نكون مجبورين أن نختار، أما خدمة عسكرية أو بالدفاع المدني أو بالعمل الاجتماعي. وصلنا للنهاية، وملاحظة هامة جدا، تأكد أنك مشترك بالقناة ومفعل جرس الإشعارات حتى تشوف فيديوهاتي أولا بأول، مو بعد نزول الفيديو بمدة طويلة. وشكرا لكل أخت ولكل أخ يضغط على زر الإعجاب. بهذه الطريقة أنت تدعمني وتساعدني على الاستمرار. شكرا لكم، نلتقي مجددا، مع السلامة.